عمرك سألت نفسك هل ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولا لا؟ انا قعدت ادور لحد ما لقيت 3 علامات لحب ربنا سبحانه وتعالى. اول علامة هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. يعني حب ربنا سبحانه وتعالى مقترن بالابتلاء على طول. بس لقيت اللي احنا مش بنقول الحديث كامل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ان عظم الجزاء من عظم البلاء، وان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا ابتلاه، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. الدنيا كده كده دار ابتلاء، فلو ربنا سبحانه وتعالى احبك هيعظم اجرك في الاخره، فبالتالي هيعظم الابتلاء بتاعك، ولو رضيت ربنا سبحانه وتعالى هيرضيك. وتاني علامه بقى هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بس انا عايزك تسمعه بقلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل وقال له: يا جبريل اني احب فلانا فاحبه. يعني مثلا مصطفى كده، تعال نقول مصطفى، ربنا سبحانه وتعالى هينادى على سيدنا جبريل ويقول له: يا جبريل اني احب مصطفى فاحبه. فسيدنا جبريل هيحبه الحب ربنا سبحانه وتعالى لمصطفى. طب هل كده خلصت؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيأمر جبريل ان هو ينزل لاهل السماء، فهينزل لاهل السماء يقول لهم: يا اهل السماء ان الله يحب مصطفى فاحبوه. فاهل السماء يحبوا مصطفى الحب ربنا سبحانه وتعالى لمصطفى. طب هل خلصت؟ لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيوضع له القبول في الارض. انت متخيل اهل الارض كلهم هيوضع لك القبول في الارض، واهل الارض كلهم هيحبوك لحب ربنا سبحانه وتعالى ليك. طب ازاي برضو اوصل لحب ربنا سبحانه وتعالى؟ هل في ذكر معين لو قلت ربنا سبحانه وتعالى هيحبني؟ في الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لي وترحمني، واسالك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. اسمع كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال: انها حق فادرسوها وتعلموها. مش عيب تبقى انت عرفتها وما تعرفش غيرك. بس كده، سلام.